بسم الله الرحمن الرحيم. أخي، إليك نصيحة قد تنفعك في الحياة، فهي نصيحة من ذهب لا تسمعها إلا من أخ أو صديق عزيز أو أب. إذا أنت أردت أن تعيش حياة سعيدة هنية، عليك أن تتخلص من الأشخاص الذين إذا احتاجوك وجدوا إليك طريقا، ولكن العكس، إذا أنت احتجت إليهم لم تجدهم. هؤلاء الأشخاص لا يستحقون مكانا في قلبك، لأن العلاقة الحقيقية يجب أن تكون متبادلة. أما إذا كانت العلاقة تعتمد فقط على وجودك عندما يحتاجون إليك، فإنها ليست صحية ولا متوازنة. العلاقات الحقيقية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل، حيث تجد الدعم في الأوقات السهلة والصعبة على حد سواء. لا تضيع وقتك وجهدك في من يظهرون فقط عندما يكونون في حاجة إليك، بل في من يقفون معك في كل الظروف. إذا كنت تريد الحفاظ على توازن حياتك النفسي والعاطفي، يجب أن تحيط نفسك بأشخاص يبادلونك نفس الاهتمام ونفس الشعور، وتجنب أولئك الذين يأخذون ولا يعطون. هذه هي الطريقة الصحيحة لبناء علاقات قائمة على الصدق والوفاء، وهي أساس الاستقرار العاطفي والحياة المتوازنة. سلام.